من غير أساس صلب مفيش بنى ثابت، من غير تاريخ عريق مفيش مستقبل مبهر، ومن غير معدن أصيل مفيش ناتج له قيمة. هي دي القواعد الأساسية اللي قام عليها اسم المراكبي للصلب. قواعد واضحة وثابتة ما اتغيرتش على مدار السنين، وقدرت توصل باسم المراكبي للصلب لأعلى وأهم الإنجازات. احنا في المراكبي نمتلك خبرة أكتر من 60 سنة في مجال الحديد والصلب. كان اهتمامنا الأول فيهم التطوير، تطوير ملوش حدود ولا بيوصل لسقف. لحد ما قدرنا في السنوات الأخيرة إننا نكون أحدث مصنع متكامل للحديد في الشرق الأوسط، ونجحنا في تصنيع البلت بشكل ذاتي تماما في مصانعنا. ومن البلت قدرنا ننتج حديد التسليح ولفائف الأسلاك بأفضل جودة وأعلى مواصفات، وحققنا نقلة في حجم إنتاجنا من 150 ألف طن سنويا لأكثر من 1,000,000 طن، ومن 4 أنواع ل 84 نوع مختلفين بيغطوا كل احتياجات السوق المصري وبيتصدروا ل5 قارات مختلفة. في مصانع المراكبي بتتم مراحل تصنيع البلت بأحدث تكنولوجيا متوفرة في العالم. المرحلة الأولى هي فرز الخردة وتجهيزها، وفيها بتتقسم الخردة بناء على نوعها وكثافتها، وبيحصل لها عمليات تجهيز متنوعة عشان تبقى مناسبة للمرحلة التانية، وهي مرحلة الصهر اللي بتحتوي على أفران صهر عملاقة بيتم فيها صهر الخردة المجهزة والخامات الأولية. بعد مرحلة الصهر بتيجي مرحلة التنقية والمعالجة عشان نضمن إزالة باقي الشوائب بشكل كامل، وكمان نضيف عناصر تعزز من الصلابة مع التأكد من جودة المنتج. المرحلة الرابعة هي مرحلة الصب اللي بيتم فيها صب الحديد المنصهر عشان البلت يبقى في شكل مربعات جاهزة للتشكيل، وبعد كده تبدأ مرحلة الدرفلة، وفيها بيتشحن البلت وهو سخن في فرن إعادة التسخين، وبعد خروجه من الفرن تبدأ عملية تشكيل البلت على شكل منتجه النهائي بواسطة أحدث درافيل ورنجات التشكيل اللي بتتحكم في مقاسات وجودة المنتج النهائي. بمجرد الانتهاء من مرحلة الدرفلة بيدخل المنتج النهائي لمرحلتين متتاليتين. الأولى هي التبريد المفاجئ اللي بيزود متانة الحديد ويضمن ثبات خواصه الميكانيكية لرتب الصلب المختلفة، والتانية هي التبريد العادي، وهنا بنتأكد من الخواص الميكانيكية للمنتج ومرونته بعمل اختبار الشد والتانية على البارد. وكمان بيحصل تبريد لكل سيخ بشكل منفصل من غير أي تلامس مع أي سيخ تاني عشان نضمن استقامة السيخ وعدم التوائه. وأخيرا بتيجي مرحلة التربيط عشان يبقى المنتج جاهز للعميل بمستوى جودة لا يقارن، تم التأكد منه من خلال عمليات مراقبة الجودة اللي بتحصل في كل مراحل التصنيع بلا استثناء. لازم نقول كمان إن مصنعنا هو الوحيد المتكامل داخل نطاق القاهرة الكبرى، وده بيخلي عملية نقل المنتجات أسهل وأوفر خصوصا للمدن الجديدة المحيطة بالقاهرة. ومنتجاتنا بتوفر للعميل حوالي 5% من وزن المتر الطولي عن طريق التحكم في وزن السيخ طبقا للمواصفة المطلوبة، وبكده بنوصل لعدد أسياخ أكبر في الربطة الواحدة بنفس قوة تحمل الشد ويمكن أكتر. ده طبعا بالإضافة إننا من المصانع القليلة اللي بتتبع طرق الإنتاج الموجودة في الدول المتقدمة داخل أوروبا وأمريكا وآسيا عن طريق معالجة وصهر وتدوير الخردة للحد من انبعاثات الكربون. والطريقة دي تعتبر مستقبل صناعة الصلب لأنه بيساعد في الحفاظ على البيئة وبيدعم سياسات التنمية المستدامة. مصانع المراكبي تاريخ طويل من الريادة والعلاقات المثمرة مع شركائنا وعملائنا بطول مصر وعرضها، تاريخ مبني على أسس ثابتة وقوية حاطينها قدام عينينا واحنا بنشتغل،
وبيها بنتطور سنة بعد سنة. بدأنا ان احنا نشتغل من 1960 لحد دلوقتي، كان على تطوير نفسنا وعلى زيادة معدلات انتاجنا وعلى تواجدنا في السوق المصري، وقدرنا ان احنا نشتغل على ده، وقدرنا ان احنا نخترق اكتر من 17 دولة في وقت قصير جدا بمنتجاتنا، وقدرنا ان احنا نفخر بان المنتج المصري له نافذية خارجية وله تنافسية في الاسواق العالمية. وبنحاول ان احنا نكون احد الشركات الداعمة الركيزة للاقتصاد المصري، بحيث ان شاء الله يبقى في تنمية حقيقية نقدر نساهم فيها الفترة القادمة. المراكبي للصلب، قوي حياتك.